بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع قراءة لكتاب الأخلاق وسلوكيات التقدم للكاتب الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ فلسفة الأديان والمذاهب الحديثة والمعاصرة. الكتاب صدر عام 2004 من خلال سلسلة الشباب، وهي ثمرة لتعاون حميد بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب تحت رئاسة تحرير الكاتب والناقد الكبير الأستاذ محمد السيد عيد. الكتاب بمقدمة و6 فصول، ويهدف إلى بيان أن نظريات فلسفة الأخلاق القديمة استغرقت نظريا في إشكالية ما هو الخير والشر وكيفية التمييز بينهما وغير ذلك من قضايا، دون أن تقدم حلول عملية لتحقق القيمة الأخلاقية على أرض الواقع. ويهدف الكاتب بدرجة ما إلى محاولة الوصول عبر منهج يعني تحليلي نقدي على حد تعبيره إلى تحديد مفهوم أخلاقيات التقدم والضمانات الدنيوية التي تكفل أن يكون الأخيار سعداء والأشرار تعساء. فبدون الشروط القبلية لا يمكن أن تكون هناك إمكانية لتنفيذ مدونة السلوك الشخصي الدافع إلى ممارسة فعل التقدم. وقد انتهى الباحث إلى أن هذه الشروط 5 شروط في نهاية الكتاب. الفصل الأول بعنوان من الأخلاق إلى فلسفة الأخلاق، وبيتكلم فيه في البداية عن الفلسفة وتعريفها البسيط كحب للحكمة، وقال إن هي شجرة بتتكون من جذر هو الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة، وجذع هو الفيزيقا، وفروع هي العلوم الطبيعية الأساسية، الطب، الرياضيات، الأخلاق. مواضيع البحث الفلسفي بشكل عام قال إن هي الله، الطبيعة، الإنسان، وركز الفلاسفة عند دراسة الإنسان على جوانب المعرفة، العواطف، الأخلاق، وعرف الأخلاق بأن هي السلوك القويم. أما فلسفة الأخلاق فهي دراسة معرفة ماهية الأخلاق وأصلها ومصادرها وغايتها، مما سمي بعلم الأخلاق ethics. وهذا يختلف عن الأخلاقية morality، والتي تعني بتقديم النصائح والوصايا، أو على سبيل المثال الوصايا 10 في التوراة: لا تسرق، لا تقتل، وهكذا. وغاية الفلسفة في نهاية الفصل قال إن هي محاولة الإجابة على السؤال الإنساني الكبير: من أنا وماذا أفعل ولماذا، لتحقيق الغاية من الحياة، وهي مطاردة غزالة السعادة حتى اصطيادها. الفصل الثاني بعنوان من الرؤية الأخلاقية للحياة إلى الرؤية الدينية للأخلاق. وفي البداية قال إن الحضارات القديمة المصرية، الفارسية، الهندية، الصينية إلى آخره أفرزت مدونات أخلاقية شبه متكاملة للسلوك قبل نشوء علم فلسفة الأخلاق على يد الإغريق قبل 600 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، بداية من سقراط، كان قبلهم طاليس يمكن، ثم أفلاطون وأرسطو، مرورا بالفلسفات المختلفة بأبيقور وزينون والرواقية، ثم الفلاسفة المسلمين ونظرتهم الدينية للأخلاق زي الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن مسكويه
والمحاسبي والغزالي وغيرهم، وقد استغرق الجميع في الجانب النظري الجدلي دون تحديد آليات تحقق السعادة عمليا على أرض الواقع. الفصل الثالث وهو أطول فصول الكتاب بعنوان من الأخلاق المؤقتة إلى الأخلاق التطبيقية Applied Ethics، وهو بيستكمل تتابع المدارس الفلسفية المختلفة التي درست الأخلاق بداية من القرن ال15 الميلادي حتى الآن، حيث نقد فرانسيس بيكون فلسفة الأخلاق السائدة واعتبرها ديكارت أنها مؤقتة ونظرية. ثم جاءت نظرية الحاسة الخلقية، ثم نظرية الضمير الأخلاقي مع بيتلر، ثم نظرية المنفعة العامة مع جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل، وركزوا على مبدأ سعادة الأعظم لإسعاد الذات، بمعنى إسعاد الآخرين لكي نحصل على السعادة. ثم جت بعد كده نظرية الانتخاب الطبيعي مع داروين وقانون البقاء للأصلح، ثم نيتشه ونظرية السوبرمان، وقال إن قانون التنازع صالح لتطوير الأخلاق بمبادئ القوة والكبرياء ضد الطيبة والمسكنة والتواضع، يعني عناصر الديانة المسيحية، حتى أسماه البعض بعدو المسيح. ثم جاء أوغست كونت بنظرية الوضعية الاجتماعية، ومع نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 ظهرت فلسفة الشخصانية، باعتبار أن كل شيء يبدأ وينتهي بالإنسان، مع شارل رينوفيه، وأن الأخلاق تتأسس على العقل الحرية. ثم جاءت الفلسفة الوجودية مع سورين كيركارد وهيدجر وجان بول سارتر، واعتبرت وجود الإنسان سابق على ماهيته ومسؤوليته عن تحديد مصيره بيده. ثم بعد ذلك الفلسفة البرجماتية مع جيمس وجون ديوي، وتتبنى النتيجة النهائية the end result. ثم ظهرت الفلسفة المادية الماركسية على يد كارل ماركس، وقال إن البحث عن الحقيقة يجب أن يتم على أساس مادي. ثم أتت بعده الفلسفة التحليلية على يد مور وبيرتراند راسل، وأخيرا الفلسفة أو فلسفة الوضعية المنطقية، والتي قدمت مصطلح ما بعد الأخلاق ميتا إيثكس، اعتمادا على التحليل المنطقي للغة للكشف عن الحقيقي والزائف. ثم جاءت الفلسفة التفكيكية على يد جاك دوريدا، والتي رفضت كل شيء وفككته باحثة عن الحقيقة بشكل فردي، حتى انتهى الأمر في منتصف القرن العشرين بجماعة فيينا، وهم مجموعة من الفلاسفة أتوا بالفلسفة الأخلاقية المهنية التي وضعت معايير أخلاقية ذهبية لكل مهنة بمبدأ التحقق، وذلك من خلال النقابات المهنية التي يعني نشأت بعد ذلك وتبنت مدونة سلوك أخلاقي لكل مهنة معينة. الفصل الرابع بعنوان أخلاق الواجب، وهي عند كانت على سبيل المثال التزام داخلي ينقل الإنسان من إطار الهوى إلى إطار العقل والضمير، انتقالا من الأخلاق إلى الدين بثلاثيته الشهيرة الله، الخلود، الحرية. الفصل الخامس الأخلاق والدين، وفي بدايته يعرف الدين بأنه منظومة لها أصل عقدي سري وفرع سلوكي جهري، يعني عقيدة وشريعة زي ما بنقول،
واختلفت الآراء حول تبعية الأخلاق للدين أو العكس أو الفصل بينهما، كما فعل ماركس معتبرا الدين أفيون الشعوب الذي يغرقها بالخنوع والطاعة العمياء، وأن الأخلاق طبيعة إنسانية تنشر السعادة ذاتيا. الفصل السادس والأخير بعنوان الشروط القبلية لأخلاقيات التقدم، وبيقول فيه الدكتور محمد عثمان الخشت أن النظريات الفلسفية حتى القرن العشرين لم تقدم أساس عملي أخلاقي للتقدم، واستغرقت في التنظير، بينما العلاقة بين الأخلاق والتقدم وثيقة يمكن دمجها في مصطلح أخلاقيات التقدم، والتي لن تحقق سعادة البشر وغاياتهم إلا بتوافر شروط قبلية أهمها: 1. بيئة تنافسية عادلة، مثل دور الدولة على سبيل المثال في منع الاحتكار كنموذج. 2. تقديس الحرية، فبدون حرية الإبداع لا أخلاق. الضمير. 3. الضمير، وقلب الضمير هو الله، والدين متمم لمكارم الأخلاق، كما جاء في نص رسولنا الكريم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 4. القانون العادل، وهو ضمانة تكفل السعادة للأخيار والشقاء للأشرار كما أسلفنا. 5. تقديس الثقافة، لا سيما ثقافة التنمية والإنتاج والعلم، وبذلك تسود أخلاقيات التقدم وتحقق السعادة للفرد والمجتمع. نعتذر عن الإطالة والتوضيح أكثر لضيق الوقت المحدد، وإلى لقاء آخر مع كتاب آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميد المصري.